السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. المحول اللي قدام حضراتكم ده 12 فولت، وطبعا احنا عارفين 12 فولت بيشتغل على أجهزة كتيرة جدا، كان بيشغل وفي حاجة ضاربة فيه، في ناس بتفك غلط وما بيتفكش معاهم بسهولة. دي طريقة الفك حضراتكم بالمفك من المكان دوت، وتضغط ضغطة جامدة هتفك معاك الترانس سهل جدا. لو في حاجة بايظة قدام حضراتكم هتظهر قدامكم على طول، بالذات المكثفات. عندنا المكثف ده حضراتكم ضارب وفي رجل منه واقعة وساقط داخل العلبة بتاعة المحول نفسه. ادي منظر المكثف 1000 على 16 فولت، وده مكثف 400 على 16 فولت. وهنا حضراتكم في مكثفين كمان، في منهم مكثف منفوخ. ده منظر البوردة حضراتكم بعد الفك، وده منظر المكثف اللي كان بايظ اهو. وده طبعا بيأثر على الفولتيات وبيأثر على حاجات كتيرة جدا ممكن تكون خاصة بالجهاز اللي حضرتك بتستعمله. موضوع المكثفات ده سهل جدا ان انت تقدر تغيره، ولو لقيت المكثف منفوخ قدام حضرتك بنفس الطريقة ديت، تاخد رقم المكثف وتجيب زيه وبأي مكوة لحام وتغيره، هيرجع يشتغل معاك المحول تاني تمام، مفيش اي مشكلة خالص. هنا حضراتكم ده المنظر اهوت بعد ما فكيناه. وهنبتدي حضراتكم ان احنا طبعا نركب المكثف. بعد ما ركبنا المكثف هنا بعد التغييرات ماشي، هنقفل الترانس زي ما كان وهنروح نجربه. هنشغله على الاباجوره، اباجوره بتشتغل على 12 فولت. هنودي هنا حضراتكم المحول دوت على الكهرباء، في لمبه بتنور قدام حضراتكم، لو نورت هيبقى اتصلح. هنا حضراتكم هنجرب. لو عجبكم الفيديو حضراتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. ادي اللمبه نورت اهيت، وهنشغل الاباجوره هنا. بسم الله ما شاء الله، الاباجوره هنا حضراتكم اشتغلت معانا تمام، مفيش اي مشكله. وكده نختم بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.